السلام عليكم خوتي، كبرنا أمهاتنا وأبائنا الغاليين. بعد صبر طويل وشهور من الانتظار والترقب، اليوم جينا نحكي لكم على أخبار مهمة لكم. أنتم ناس اللي تعبوا وخدموا سنين طويلة وبنوا هاد البلاد بعرق جبينهم، واليوم يستناو كلمة تقدير، قرار يفرح القلب وبشرة ترفع المعنويات. عارفين باللي بزاف منكم تعبوا من الوعود وسمعتوا كلام كثير، بالصح التطبيق كان قليل. واليوم نقولها من القلب، الأيام الجاية راح تكون مختلفة إن شاء الله. وخوتي المتقاعدين، لازم يبقى عندكم الأمل، لأنه حقكم ما يضيعش. راح نهضر معاكم بتفصيل على كل جديد، الزيادات، التثمين، المنح، والتغييرات اللي رايحة إن شاء الله تحسن وضعكم وترد لكم الاعتبار. خليكم معايا، لأنه هذا الكلام ليكم انتوما، للناس اللي ضحاو، اللي خدموا بصمت، واليوم يستناو التفاتة صغيرة تقولهم يا خالتي، يا عمي، تعبكم ما راحش هدر. المتقاعد مشي رقم في الدفاتر، ومشي غير معاش شهري. المتقاعد إنسان عنده إحساس، عنده كرامة، عنده قصة طويلة فيها تعب، صبر وذكريات. الناس تشوف المتقاعد رايح لصلاة الفجر، يقعد في القهوة، يخرج يتمشى، بالصح ما يعرفوش واش داخل قلبه. ساعات طويلة فارغة، ذكريات تمر، إحساس بالوحدة، وخاصة كي تكون القلب عاد تعب والبدن ما يساعدش. كي كنت تخدم كان عندك قيمة، ناس تسقسيك وتستشارك، واليوم بزاف كي تقعدوا يحسوا روحهم منسيين، وهذا أصعب شيء. لهذا نقولكم ما تنعزلوش، شاركوا في الجمعيات، في دور القرآن، في أعمال تطوعية. خبرتكم كنز وما يروحش مهما مر الوقت. أما الصحة فهي أكبر معركة يومية، أمراض مزمنة، أدوية، تحاليل، والدواء غالي، واللي معاشه ضعيف يعاني. لهذا لازم يكون نظام تغطية خاصة بالمتقاعدين، خصومات، دعم للمرضى المزمنين، وفحوصات مجانية. هذا حقكم مش إحسان. ونزيد نقول حاجة مهمة، المعيشة غلات بزاف، والأسعار كل يوم تزيد، والراتب ثابت. واللي يعيش غير بالمعاش يعرف واش معنى تحسب كل دينار، الأكل، الكراء، الدواء، وتبقى ديما في ضغط. لهذا الزيادة في المعاشات ماشي كرم، ضرورة، ولازم تكون أوتوماتيكية مع غلاء الأسعار، ونظام واضح، ماشي انتظار طويل. كذلك لازم المتقاعد يبقى حاضر في المجتمع، في الأنشطة، في المجالس المحلية، لأنكم أنتم الذاكرة وأنتم البركة. والحمد لله كاين إشارات إيجابية وكلام رسمي على زيادات وإصلاحات قريبة إن شاء الله. الأمور ماشية في الطريق الصحيح، ونتمنى تكون القرارات قبل نهاية 2026، وتكون فرحة كبيرة لكل بيت جزائري. ونوجه كلمة من القلب لكم، أنتم تاريخ حي، كل شعرة بيضة عندكم حكاية، وكل خطوة في حياتكم فيها جهد وتضحية. ربي يحفلكم ويطول في أعماركم بالصحة والراحة، وربي يجيب الخير ويعطيكم حقكم كامل. وفي الأخير نقولكم، اللي يسمعني دير جام للفيديو وتشترك باش يوصلك جديد، وربي ما يضيع تعبكم، وربي يجعل أيامكم كلها هناء وطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.